بس البرنامج ده او اللعبة دي خرب بيوت ناس كتير اوي. انا خرب البيت انا شخصيا، من حد مش محتاج حاجة خالص لحد ما بيقول ان انا تتوقع كورة، ان انت تتوقع كورة. حاجة كده زي الادمان بالظبط. لقيت ناس كتير تقول ده في ناس بتكسب منه ألوفات وملايين. انت ازاي ألوفات وملايين؟ بس اقدر اقول وصل ملايين، عدى ملايين، عدى 4-5 ملايين. خسرتهم في 3 أيام مسحبتش منهم حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مصطفى شعبان وكريستينا. طبعا قبل أي حاجة أنا حابب أتكلم في كذا نقطة وفي كذا حاجة بسبب كل المشاكل اللي فاتت. أنا أول حاجة أنا عملتها أنا حلقت شعري. أنا قاعد في بيت أهلي بقالي مدة من بعد ما كريستينا سافرت. طيب أنا حابب أفتح قلبي ليكوا وأعرفكوا إيه سبب إن أنا خسرت بيتي ومراتي وبنتي. أولا أنا كنت زي أي حد في الدنيا قافل على بيته، بحب بيته أوي. بعد كده ربنا كرمني ببنت، حبيت بيتي أكتر، بقيت متعلق بالبيت أكتر. أنا حابب أقول إن أنا جات على فترة ربنا كرمني كويس أوي، ماديا معنويا وأسريا، كل حاجة. الناس اللي عارفاني كويس أنا شكلي مبقاش كده، مكنتش كده. السبب إن أنا جيت من 6 شهور أو 7 شهور، يمكن دي الفترة اللي اختفيت عن الميديا فيها. ربنا رزقني بفلوس كويسة، كلموني حد قالوا عايزين نعمل إعلان، كلمني شركة قالوا عايزين نعمل إعلان، حطولي رقم كبير أوي. كان بالنسبة لي رقم طبعا حلو، أكيد وافقت على طول وعملت الإعلان زي ما ناس كتير أوي عملت. ما ترددتش لحظة وما سألتش ليه ولا الإعلان غالي ليه ولا إيه اللي أنا بعمل له إعلان. كل اللي أنا عرفته إن هو برنامج تتوقع كورة، وإن أنت تتوقع كورة. حاجة كده زي الإدمان بالظبط. المنظر اللي أنا وصلت له ده أقدر أقول إن هو إدمان. لقيت ناس كتير تقول ده في ناس بتكسب منه ألوفات وملايين. قلت إزاي ألوفات وملايين؟ للأسف سألت حد أقدر صديق سوق فعلا، قال لي ده أنت بتقدر تشحن على الموقع ده فلوس وتضاعف الفلوس تسحبها. وبالفعل شحنت برقم، عملت رقم كبير، فرحت، سحبت الفلوس. قلت بس دي هتبقى مصدر دخل، بس للأسف نسيت إنه معناه قمار. دخلت السكة دي، بقيت كل يوم بشحن بأرقام فلكية، فعلا أرقام فلكية، وبكسب أرقام وبخسر، لحد ما في يوم عملت رقم كبير قوي. يعني الناس ممكن تتخض منه، بس أقدر أقول وصل ملايين، عدى ملايين.
عدى 4-5 مليون. البرنامج ده حسسني ان الفلوس عاملة زي الكوينات، مش حاسس قيمتها. خسرتهم في 3 أيام، مسحبتش منهم حاجة. لما خسرت اتجننت، قلت لا طبعا انا اقدر اعمل فلوس تاني. عايز اقول لكم ان انا قعدت اشحن على مدار 5 شهور على اساس ان انا ممكن اعمل الرقم ده تاني. خسرت كل فلوسي، بعت عربيات، بعت بيوت، اتدينت، خدت حاجات من الناس ومقدرتش اسدد فلوسها وبعتها، وقعدت اشحن اللعبة وعاند واقول هعمل فلوس واسدد ديوني. ديوني كترت اوي، ناس زعلوا مني كتير، ظلمت ناس غصب عني، ناس جت عليا كتير، والأهم من كل ده إن أنا خسرت بيتي وبنتي ومراتي. ورجعت مش عايز أقول للصفر، لأن الصفر أنت بترجع لمرحلة لا عليك حاجة ولا ليك حاجة. أنا رجعت تحت الصفر، لا في بيت، لا في زوجة، لا في ابن، لا في فلوس، مش أي حاجة. بل بالعكس، كل الناس عايزة منك فلوس. قعدت في بيتي فترة زي المدمن، قافل على نفسي، بحاول منزلش، بحاول أفوق، لحد ما قررت إن أنا أفوق. لأن أكتر من كده أنا خسرت نفسي، فلازم أحاول أرجع نفسي. الشجاعة إنك تقول أنا غلطت، الشجاعة تقول إن أنا وقعت، والصح إنك تعترف إن أنت غلطت بحاجة. وأنا غلطت ودفعت قيمة الغلطة دي، خسرت بيتي ونفسي فلوسي. صعب حد يطلع يقول الكلام اللي أنا بقوله ده، بس البرنامج ده أو اللعبة دي خرب بيوت ناس كتير أوي يا جماعة. خربت بيت أنا شخصيا، من حد مش محتاج حاجة خالص لحد مديون. بنصح أي حد يتفرج عليا ما تتريقش عليا ولا تقول بص بيعمل إيه ووصل لإيه. بل بالعكس، قول شكرا ليه إن هو ودانا حاجة ممكن نكون ولادنا بيعملوها وإحنا مش واخدين بالنا. قول إن ممكن حاجة إحنا بنعملها ومش واخدين بالنا إن إحنا مدمنين هناخد بالنا. قول إن أنا معايا فلوس وفرحان دلوقتي، ممكن ما يبقاش معايا فلوس. بصوا ليا، خدوني عبرة، موافق أكون عبرة ليكوا أحسن ما نبقى كلنا نوصل للحال ده. الموضوع ده يا جماعة أصعب من المخدرات، أصعب من أي إدمان. بس أنا يا جماعة فقت الحمد لله. أتمنى ربنا يسامحنا على كل جنيه أهدرته حلال، وأي حاجة دخلتني حرام من اللعبة أنا خسرتها. كل حاجة خسرتها، سواء فلوس حلال حرام، كل حاجة، عشان الحرام ما ريدوش. الحمد لله إن أنا ما صرفتش على أهل بيتي الحرام. أنا بنتي ومراتي سافروا وسابوني عشان أنا اللي خسرتهم. ما كنتش شايف، ما كنتش سامع، ما كنتش بهتم، ما كنتش معاها، ما كنتش عارف أبقى معاها، ما كنتش عارف أبقى بيها. كنت بحاول ان انا على طول ابقى بعيد عن البيت، كنت بحاول على طول ان انا قاعد لوحدي بلعب اللعبه، بيبقى عندي حاله نفسيه سيئه عشان المدمن بيبقى كده. ما كنتش بحاول اوديهم. للاسف انا خسرت اهم حاجه في حياتي، اهلي بس. والدي مقاطعني، انا في بيت والدتي، والدي مقاطع البيت طول ما انا هناك. اختي نفس الكلام، كلهم عرفوا ان انا وصلتهم. عشان كده انا قررت لازم افوق، وعشان افوق احاول اصلح
جزء صغير من اللي حصل. كان لازم أعمل ده. أعمل إيه وقررت إيه هتعرف في الفيديو الجاي. شكرا ليكم وأتمنى تكونوا فهمتوا موقفي.